واش يا خوتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وبلان كيما العاده جديد. اليوم حنايا في جوله ولا واحد الدوره درناها خفيفه، ان شاء الله غتكون خفيفه هذه المره على القصور ديال منطقه الريساني بالضبط، صور تافيلات. ومن بعد ما شفنا وزرنا القصور المخزنيه والسلطانيه اللي كاينه في المنطقه، واليوم قصر الفيضاء وقصر عبد الحليم. دخلنا هذا القصر الرائع والجميل حتى هو ما زرناش، واليوم جينا نشوفوه ونشوفوا كيفاش داير. هذا قصر ابان او ولا قصبه مولاي عبد الرحمن، وهو من القصور السلطانيه والمخزنيه اللي عندنا في المنطقه، ومن القصور الجميله والرائعه من الناحيه الاخرى. كما كتشوفوا الدخله ديالو واعره، واحد المدخل جميل جدا، حتى الداخل ديالو صراحه واعر. اليوم غنحاول نعطيكم بعض المعلومات على هذا القصر، وبقاو معنا باش تعرفوا على كلشي. قصر أبار وهو من القصور السلطانية بمنطقة تافيلات. تم تشييد هذا القصر من طرف السلطان مولاي عبد الرحمن، وسمي القصر أيضا نسبة إليه. وتم بناء هذا القصر حسب لوح منقوش على مدخل الدار الكبيرة في شوال سنة 1248 هجرية، الموافق لسنة 1830 ميلادية. ويقع هذا القصر بالقرب من ضريح مولاي الشريف على بعد أمتار قليلة. وبناء على مجموعة من الوثائق المحتفظ بها في مديرية الوثائق الملكية، تجدون أرقامها في صندوق الوصف، تقول أن القصر تم تشييده على أساس أن يستقر فيه بعض أفراد عائلة السلطان مولاي عبد الرحمن رفقة حرسهم وخدمهم. وكان القصر أيضا مقر الخزينة المحلية لتجميع وحفظ المؤن. واستمر القصر في إنجاز هذه المهمة حتى بعد تولي السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الحكم آنذاك. ومن بعد ذلك توالى أبناء الأسرة العلوية الاستقرار في هذا القصر. وقصر أبار كباقي القصور السلطانية به مجموعة من المكونات التي تميزه عن باقي القصور العادية، وسنستعين بهذا التصميم للقصر أبار من أجل التعرف على هذه المكونات واحدة تلو الأخرى. المشوار أو ساحة المشوار، وهي كل تلك المساحة التي توجد أمام المدخل الرئيسي للقصر، وكان يحيط بها سور لكن لم يتبقى منه شيء، وكان الولوج إليها يتم عن طريق هذا المدخل، والذي يحتاج صراحة إلى الترميم بسرعة. السور الخارجي، ويحيط بالقصر سور خارجي علوه 9 أمتار تتخلله مجموعة من الأبراج المربعة. ومن خلال الزيارة الميدانية التي قمت بها إلى القصر لاحظت علو السور وكذلك المتانة التي به. هادو كتعتبروا ملاحظات اللي أنا كنصورهم وأنا في البلاصة في الموقع، وهو أنا العلو ديال الحيط. شحال تكون أنا من إبراهيم؟ 8 تقريبا 8 7 9 ديال الكيلومتر ديال المتر في الارتفاع ديال الحيط تما. عرفت كيفاش نبين لكم واحد كامل، ها هو واحد كامل تبارك الله. سير ابراهيم تماك واحد الحيط، جري 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 جري. ها انتم شوفوا الحيط كي داير. حنا كيبان انا الحيط تبارك الله عالي بزاف. المدخل الرئيسي، وهو يتواجد في الواجهة الشمالية للقصر، وقد تم تزيينه بمجموعة من النقوش ذات أشكال متنوعة ومتناسقة. ويحيط بالمدخل برجين يبلغ علوهما حوالي 12 مترا. وفي الحقيقة لن أخفي عليكم إعجابي وذهولي بمدخل قصر أبار. المسجد، ويوجد في الجهة اليمنى من المدخل الرئيسي، وهنا قد استغربت
لوجود المسجد في مقدمة هذا القصر. الدار الكبيرة، وهي مقر سكن العائلة الشريفة، ويحيط بها سور عالي تقريبا 8 أمتار، ولها مدخل عليه مجموعة من النقوش، وأيضا كتب على المدخل تاريخ تأسيس القصر، وكتب عليه هذا البيت الشعري الذي يقول: يا داخل المنزل أبشر هناك، أبشر بما تريد الله قد أعطاك. وعند الدخول من المدخل الرئيسي تجدون هذا المنعرج، والذي يؤدي إلى وسط الدار الكبيرة، وهذا تصميم عام للدار الكبيرة. وكما تشاهدون في التصميم، يوجد في وسط الدار الكبيرة 4 قاعات للضيافة، والتي يتوسطهم صحن مكشوف. وفي الدار الكبيرة أيضا العديد من المرافق، من بينها غرف للاستضافة، وأيضا حمامات ورياض إلى ما ذلك من المرافق. للأسف لم أستطع الدخول إلى وسط الدار الكبيرة من أجل التقاط صور وفيديوهات لكم لأشاركها معكم، لأن المنزل أصبح ملك خاص لأشخاص صراحة لا أعرفهم ولا أعرف من هم، وحتى أثناء التصوير لم أجد أي شخص من ساكنة القصر من أجل الحديث معه وطلب الإذن أو طلب الإذن من أجل الدخول للدار الكبيرة. هذه هي أبرز المكونات التي تتواجد بقصر أبار. وقبل نهاية هذا التقرير خلونا نجمع الكلام ونقول أن قصر أبار هو تحفة عمرانية بمنطقة تافيلات بامتياز، وهو يبكي ونحن نبكي على ما أصابه من إهمال وتشويه. وشكرا لصديقي أنس الهلالي الذي أمدني بكتاب عمران سجل ماسة لمؤلفه الأستاذ الحسن توشيخ، الذي هو مصدري لهذه المعلومات. اليوم نحن في القصر الثاني واللي هو قصر طابوعصان، واللي كتعتبر من أقدم القصور بالمنطقة ديال تافيلات، وأيضا عنده رابطة تواصل مع سجل ماسة. فبعد سقوط ديال مدينة سجل ماسة الناس انتقلوا لبعض القصور اللي كانت ديك الساعات، وكانت قصور كبيرة، ومن بينها قصر طابوعصان اللي جاو سكنوا فيه الناس ديال سجل ماسة بعد السقوط ديالها. يقول عنه المؤرخون بأنه الوارث الشرعي لمدينة سجل ماسة، ويقول عنه أهله عاصمة مقاطعة السفلات. إنه قصر طابوعصان من أقدم قصور تافيلات. الجامع القديم بنته بنت السلطان، سميتها لالا سابو، حيت صامت سمات طابوعصان، هذيك هي علاش سمات طابوعصان. وحسب الحسن توشيخ في كتابه عمران سجل ماسة يقول بأن قصر طابوعصان تم بناؤه مباشرة بعد تخريب مدينة سجل ماسة في أواخر القرن 14 ميلادي، حوالي سنة 1393 ميلادية. مع أن هناك اختلاف بين الباحثين عن تاريخ بناء هذا القصر، فهناك من يقول أنه تم بناؤه قبل تخريب المدينة بمدة طويلة، وهناك من يقول أنه تم بناؤه بعد تخريب المدينة. ولقد وصفه الحسن الوزاني في كتابه وصف إفريقيا بأنه أكبر قصور سجل ماسة وأكثرها حضارة وكثافة سكانية، وكان يتواجد به عدد كبير
من التجار الأجانب واليهود المشتغلين بالصناعة والتجارة. ويرجح أن تأسيس القصر كان من طرف بني الزبير من عرب المعقل الذي اتخذوه محطة رئيسية في تجارة القوافل الصحراوية. لقد لعب قصر طابق صامت دورا سياسيا واقتصاديا مهما في تاريخ المنطقة، وكان يتواجد به مقر الحكم في تافيلالت ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر. حنا كندورو في الازقه والدروب ديال قصر طابق صامت، وكنتلاقاو مع هذا المسجد التاريخي القديم. ويعتبر هذا المسجد من أقدم المساجد بتافيلات، حيث أن عمره يزيد عن 600 سنة، وهو يحتفظ إلى الآن بمعظم معالمه التاريخية التي تعود إلى عهد الدولة المارينية. هذا المسجد من أقدم المساجد بالإقليم ديال تافيلات، ويتخرجوا منه علماء وفقهاء كبار في المنطقة. وكانت بقصر طابق صامت دار سكة، والتي كانت تضرب فيها متاقل خفيفة من الفضة والذهب. واحد الملاحظه خفيفه على قصر طابق صامت، خلينا من التاريخ دابا نرجع شويه للحاضر. ان القصر ديال طابق صامت الاغلبيه ديال السكان ديالو كيخوا عبد الكريم، الاغلبيه ديال القصر الناس ديال اللي ساكنين في القصر خرجوا على برا. ولا عندكم السكن على برا اكثر من السكان داخل؟ لا خرجوا، مابقاوش كيسكنوا بزاف في وسط القصر، مابقاوش تيسكنوا بزاف. هذاك الشيء اللي كاين. هذه ملاحظه خفيفه ظريفه زعما تقدروا تشوفوها. انتم كاين من هاد الجهه، من هاد الجهه كاينين الناس كاملين ساكنين على برا، ايضا من هاد الجهه كاع داروا حي بوحدهم، داروا حومه بوحدهم من هنايا. اليوم غنتعرفوا على قصر ابوعام، قصر الاغنياء، والقصر اللي كيتعتبر وريث ديال المنطقه ديال سجل ماسه في التجاره والانشطه التجاريه ديالها من بعد التخريب ديالها. اجيو معايا باش تعرفوا على كلش على هذا قصر ابوعام من أشهر قصور تافيلات وأقدمها. يعود تاريخ تأسيس هذا القصر للقرن الرابع عشر ميلادي في عهد الدولة المارينية. لقد لعب قصر أبوعام مجموعة من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ منطقة تافيلات. وكان هذا القصر يحظى بمكانة خاصة عند أهل تافيلات، وذلك يعود لأن هذا القصر كان يعيش به مولاي الشريف، وعاشت من بعده ذريته.
مولاي علي الشريف كان ساكن هنا حسب الروايات. وهذه الزنقه داخل قصر ابو عام هي الزنقه ديال مولاي علي الشريف. واجيو معايا شويه باش نوريكم الدار ديال مولاي علي الشريف. وهذه هي الدار ديال مولاي علي الشريف واللي كانت على ما اعتقد كانت تسمى زاويه ديال الحجره. مي من بعد ما تعرضات لبزاف الامور اللي غتخليها تولي دار عاديه وماشي شي حاجه زعما انها دار مولاي علي الشريف بحال الديور ديال اللي كاينين في ابو عام. صراحه ما يمكنش ندخلوا لان كتولي داك ملك خاص. بلايا اشكون سبابي انا في خرج بلادي اطير الغابه كلكو حوامه. علاش تسمى قصر ابو عام بهاد التسميه؟ هنا كاينين 3 ديال الروايات الشفويه اللي كتقول لنا اصل ديال تسميه ابو عام. الروايه الاولى واللي كتقول لك بان قصر ابو عام كان فيه واحد المعرض ولا واحد الملتقى سنوي تجاري، كانوا تيديروا معرض ولا سوق تجاري سنوي كل عام، ولهذا سمى سوق عام ومن بعد ولا ابو عام. اما الروايه الثانيه فكتقول لك بان قصر ابو عام خلال الصراعات القبليه اللي كانت في المنطقه تحاصر لمده عام كامل، ولهذا سمي بابي عام، ومن بعد تحولات لابو عام اللي كنعرفوها الان. اما الروايه الثالثه واللي هي اكثر شهره وهي كتقول لك بان ابو عام كان بناه مولاي علي الشريف. مولاي علي الشريف كما هضرنا عليه في واحد الفيديو كما معروف عليه انه كان قسم الحياه ديالو 3 ديال السنوات، كل سنه كيدير فيها حاجه، عام للجهاد وعام للحج واداء مناسك ديالو وعام للدراسه والتعليم. واحد العام من الاعوام ديالو كان خصو باش انه يقري في ابو عام ويدرس فيه، وكان في الزاويه ديالو اللي سميتها زاويه الحجره، جا قرا فيها لمده عام، ولهذا سمي هذا القصر بابو عام. غير واحد النقطة كان ضروري من الإشارة لها، وهي أنه المصادر والمراجع اللي كتهضر على قصر أبو عام والتاريخ ديالو للأسف ضعيفة بزاف، ولهذا هذه دعوة للناس اللي مهتمين بالتاريخ باش أنهم قيدوا لنا ويسجلوا لنا على قدر المستطاع الحوايج اللي مازال يقدروا يقيدوه، لأن داكشي ديال هنايا للأسف قليل بزاف. من بعد السقوط ديال مدينه سيدي المسا فالنشاط التجاري اللي كان فيها ما توقفش. علاش؟ لانه كانت هناك قصور بالمنطقه انذاك اللي خدمات العمل ديالها وخدات داك النشاط التجاري اللي كان في المدينه العامره ولات كتخدم به، من بينها قصر طابو عصانت وايضا حتى قصر ابو عام. فقصر ابو عام فالناس اللي فيه لحد الان كيمتهنوا التجاره عن اجداد ديالهم اللي كانوا من وقت ديال سيدي المسا. وكان كيتعتبر قصر ابو عام حسب المستكشف رونيكي اللي زار المنطقه في 1830 انه كان هنا واحد السوق ديال العبيد، وكان من اشهر الاسواق واللي كانت عنده علاقات وارتباطات بمدن كبيره منها مراكش، منها فاس، ايضا وهران، تلمسان وغيرها من المدن الكبار والتجاريين في المنطقه. غير واحد النقطة أخرى، حنا كندورو في الجناب ديال القصر، المهم هذا برج من البروج ديال القصر، أن قصر أبو عام عارف واحد الترميم. قصر أبو عام راه ترمم كما كتشوفوا في الواجهة وكما كتشوفوا أيضا حتى في الجناب ديال القصر وأيضا حتى في البروج ديال القصر. فالقصر كامل عارف واحد الترميم مزيان، امور مزيانه لحد الان. بعد ما شفناش بزاف ديال الخراب. كيقولوا ناس زمان
المزوق من برا شحال من الداخل. داكشي اللي كاين هنايا في قصر ابو عرب. اي واحد شاف هذا القصر من برا غادي يقول القصر زوين، ما فيه لا ديور طايحه لا والو. حنا براسنا تفاجئنا ملي شفنا هذا كم المنازل اللي طايحه هنايا. هذا هو الجانب المظلم ديال قصر ابو عام، اللي اغلبيتنا اللي شافوا القصر غير من برا ما غيعرفوش هذا الجانب. واليوم حنا في القصر الرابع وغنتعرفوا اليوم على قصر قصر مزقيدة، معلمة عمرانية على أرض تافيلات. ويعتبر هذا القصر من القصور السلطانية بالمنطقة، وينتمي إلى سلسلة القصور العلوية والتي شيدها السلطان المولى إسماعيل. أول ما بني فيه هو البئر والمسجد الذي يسمى بالأمازيغية مزقيدة، وإليه تنسب مزقيدة. ينتمي قصر مزقيدة إلى الجماعة القروية الريصاني وإلى مشيخة تانجيوت، ويبعد على مركز مدينة الريصاني حوالي 6 كيلومترات. اول حاجه غتقدر تلفت الانتباه ديالكم باش توصلوا لقصر مزقيدة، اللي هي هذه البوابه ديالو او هذا المدخل الرئيسي ديالو الجميل جدا. وكان المدخل باش تدخل المدخل الاول كان في هذيك البلاصه تماك، وكيدخلوا من تماياك وكيدخلوا العاد كيدخلوا للقصر ديال مزقيدة. صراحه انا كنعتبر هذه البوابه ديال القصر من اجمل البوابات ديال المنطقه. اجيو معايا باش نزيدو نتعرفوا على قصر مزقيدة اكثر واكثر. اكثر واحد يقدر يعرفنا على مزقيدة وقدر يدورنا في مزقيدة هو ولد مزقيدة. وصراحة في هذه الحلقة غادي نجيبو معنا واحد الضيف مميز ومتميز في المنطقة ديال تافيلات، واللي هو السي راكول، باش يعرفنا على مزقيدة لأنه ابن هذا القصر. وي واش اخبارك؟ هانيه لاباس عليك؟ هانيه تو كلشي بخير؟ الله يسهل امورك. الله يسهل عليك. مرحبا سيو بك سيدي. الله يرحم باك. سيدي التكوكل كي داير؟ يا تبارك الله راك كان عندكم منازيني سوا كل ساريه يا ساريه. لا ساريه ساريه. ايوا هنا راه كانوا زمان تلقى هنا ملان يا سيدي بالرجاله. يلا سيدي محمد نوريك البلاد. تبارك الله. اييه شفت هادي تتسمى الرحبه. هادي الرحبه. اييه التكوكل. اي ودير الرحبه. الله اعلم حتى نتوما في ولاد الوالي عندكم. حنا عندنا الحوش كنسميوه الحوش. الحوش. اي بحال هاد ليسباس بحال هنايا الناس راه الله اعلم الى نعرف. ايه هنا فاش كانوا الا بغا ينشروا تميره ولا شي ولا سميتو رحبا النيس. ايوا واش هذا اللي قدامنا هنايا؟ ايوا هادي حنا غادي نجي الجامع. اييه هذا هو الجامع القديم اسيدي ديال البلاد. ديال البلاد. واول حاجه كاع تبنات في مزقيدة هي الجامع. هي الجامع. هي باش تعرف هذا هو الطريق ديالو. اييه هو داني الجامع الدخله الاولى ديالو. اييه فيه حتى هاد التقويسه هنايا. اييه التقاوس ودا هادشي كان فيه هادشي كان فيه شحال هادي؟ هاي الا دروك ترمم خلاص وشوي تعاود شوي. اييه وراه مازال تيجي مازال تبارك الله مازالش التفراسه. اي وراه الا دخلوا تقول الا ما يندي باش تبنى باقي الداخل باقي الصاين كما كان. نيو يا ودي استي مؤمن تبارك الله. ايوا هذا هو فاش يصليو العيالات. العيالات. اييه اييه ايوا تعال نوريك الكلام كي داير. هذا هو الحسن القديم. هذا هو الحسن القديم. وحسب الروايه الشفويه اللي قلت لي بعدا عاود لي عليها غير عاودها كتبقى غير روايه شفويه كتداول. اييه ايه اسيدي تيقول لك ستي مولاي اسماعيل. مولاي اسماعيل السلطان مولاي اسماعيل تيقوم بالجولات ديالو يا سيدي. اييه
هادوك اللي جاو لهنا لقاو واحد السيد هنا بعدا باش تعرف كان يقمهم انه اراضي الاسباس كامل كان هنايا ايه واش هنا ولا هنا ما عرفت. المهم شي قميص في هنايا كانت عنده المغربيين دويره ايه وكان عنده قميمين ايه ولبيين. هاد البير نيت بالضبط هذا بالضبط. ايه سير يا سيدي حيت جاو دوك رجال ديال ما يسمع عليه جبدو من الحاسي عطاو لواحد العود وما تيتكلمش تسمى ما تيسهرش ما كيسهرش هكا ما تيقولش بو عطاو يشرب يا سيدي بقى تيتكلم بقى تيقول بو يسهر عليك فاش قالها ايوا قالوا يا سيدي كيف دها ملي تكلم رانا نيت نديرو جامع هنا تبنى الجامع نيت للشنا داروا الجامع من بعد هادي تكون الدار الكبيره وهذه كتبقى غير روايه شفويه وفقط ما عندهاش شي زعما شي حاجه اللي بمصدر ولا شي حاجه روايه شفويه كتتداول في القصر ديال المسكيته ياك العاود يا سيدي تتكلم اش قال بو زين واش يا سيدي محمد هادي هي اللغه اللي تدير الدار الكبيره باش تعرف الكلام كي داير هاكا دابا نمشيو دابا الدار الكبيره ديال المسكيته سير وكما قلت لكم ان الدار الكبيره في القصور السلطانيه ولا المخزنيه مكون اساسي ورئيسي في انها باش تكون ذاك القصر سلطاني او مخزني لان كيكون تسكنوا فيه الحاشيه ولا ابناء ديال السلطان وانا عايز العلاوي على قصر مسكيته قصر مخزني وهذه شكون اللي بناه مولاي اسماعيل وانا القصر المخزنيه تيدخل فيها الفريضه وتيدخل فيها ولاد عبد الحليم واحد الساعه مسكيته داخله معاه ما صحنا بعدا ترميم القصر المخزنيه ترممت انا اللي ما عرفت هذا السؤال صراحه احنا ما شوفوا هذا راه غير جلسه عفويه راه قسم مسكيته كما قلت لكم في التقرير انه كتعتبر من القصور السلطانيه ولا المخزنيه في المنطقه ديال تافيلات والسايب قال لك ان القصور اللي في المنطقه خذوا الترميم ولكن قسم مسكيته والو الله كاين زيد نشوفوا الدار الكبير شوفي هو هكا غادي الكلام هو النبي صوره هاي اللي صوره واك حزلان نزل عليك الشمال شحال كتبتي للراكول كاع شوفي واحد راه داكشي الحبيبه الكلام كي دايرين الكلام الكبير ما كان ما تشوف راه كان ما تشوف كاع لا ولا قوه الا بالله. قلت لك هذه هي الدار الكبيره وهنا كانت كما تنقولوا القصر ديال مولاي اسماعيل. انا راه خلطت بعدايا انا كاع اللي في عمري شحال في عمري داير 20 عام وراني خلطت انا على الدار الكبيره ما كانش هاك ما كانش وصل للدرجه شي راه التالي صح هذا وراه كانت هنا بحال بيلكو هنا كان بريقل زعما ماشي واني بجد الاهمال والشتاء والريح راه لا يحسن لهم باش تعرف كي قلت لك ماشي حتى طايح من زمان دشي نقولوا راه هنا انت غير تعاقل الراي القريب ايوا كان هنايا كانت دويرات وكان كل واحد في البلاد شاد دويره وكان اللي كان في الاول كاع كانوا ساكنين فيهم نقول لك الزمان القريب كانوا ساكنين فيهم من بعد كان ولا بنادم تيدير فيه شويعات كاين اللي دار فيه قنينات كاين هنايا من بعد ولات كاع دارت كوشه وحوطات هكا كما كتشوف هي الكوشه اللي كانت هنا من قبل. قلت لك سيدي محمد مع العلم ان الدار الكبيره كتعتبر من المكونات كما قلت لكم الرئيسيه ديال القصور السلطانيه ومن الضروري الاحتفاظ على داك التراث اللي فيها ولكن للاسف كيبان لي توزعت على الناس اللي قصر وما بقاش حتى ديك الهيكله ديالها ديال الدار الكبيره ما بقاتش فيها والصافي هي بقات حتى الهيكله الزوجه ديالها داكشي اللي بان بعدا كان سميتو مريقل بعدا هادشي بعدا راه قلت لك هي التالي طاح. واش سيدي محمد ما بقى نيت في الدار الكبيره حتىش بلا ديك لا اله الا الله. المهم هذا هو الحال ديال الدار الكبيره للاسف مسكيده خراب اكثر من تقريبا باقي الديول الكبيره اللي كاينه في المنطقه لا سواء اللي شفنا في ولاد عبد الحليم ولا ايضا اللي شفنا حتى في قصر المعركه. فهذه اسوأ دار كبيره ولا اسوأ حاله دار كبيره في المنطقه ديال تافيلات للاسف. الصور غتعبر على كل شيء. الا هو سيدي محمد مثلا نقول لك عاد واحد الكلمه قول لي ستياك هذا الخراب اللي قلت وعلى من شاد راه عرفت على من راه مسكونين دوك الطيور. لا حول نزيدك دي مسكونين اللي هو الحمد لله زمان كانوا تيضبلوا الحيط راه الحيط مضبل راه عايت يعني راه ما يمكنش واخا ينزل عاود يكمل الشيء
تيبقى الديور تيبقاو مأمنين مأمنين. شويه بعدا شوي. اما وكان كان ديريكت راه خلينا خلات ايوا راه دويرتي ليه حتى انا نيت هاي مازال شويه يا. لا 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 هي هذيك هي هذيك إيه. مع الزنيقه. القصور التي تعايش فيها المسلمون واليهود والأمازيغ، حيث أنه إلى الآن لا يزال يتعايش فيها العنصر العربي والأمازيغي. وكذلك فأحد دروبه يسمى بدرب اليهود، وهو الدرب الذي كان يقطنه اليهود قديما. هذا هو درب ديال اليهود اللي كاين في المسكيده. ايوا ويرضى عليك كسر مخوش واش هاد كي داير هادشي. ايوا هنايا كان ستي وهم الدير ديالو هذا اييه اييه الدير ديالو هما فاش كانوا واش كان تيصلوا على المسجد ديالنا النيت. اييه يسهر عليك. يقولوا انه اليهود اللي كانوا هنا يخرجوا لاسرائيل اييه تيقولوها. واحد الروايه اللي تنسمعها ديال ستي محمد هما كانوا معروفين بالصناعه كي كتعرف. اييه ايوا تتبغي تشري قديره ولا شي تيقول لك هذه 3 ريال. ايه تقول لي كيف؟ تيقول لك اسيدي ريال ديال الصناعه وريال ديال القليله زعما الطين. ايه الطين وريال القديش. القداش. اييه القداش راه كانوا مزاغين يمشيو يجبدوا. كيوجدوا الهربه ديالهم. انا بعد من ناس ديك الوقت ايش هذيك كتعاود روايه شفويه. هو هادي اللي سمعت هي باش راه حصريه هادي من عندي يا ودي ما كنيش اللي قداش سالني اللي بعدني القداش. على الطريق ديال المدار السياحي على بعد تقريبا شي 14 كيلومتر على مدينه ريساني كاين واحد القصر اللي السكان نسبه السكان فيه ولا تصل حتى للاسف. اليوم غادي نعرفكم على قصر زاويه مليخه. قصر عنده بزاف د الحوايج اللي خصكم تعرفوا عليها. يلا معايا تعرفوا على كلش. واش اخوتي زاوية مليخاف من القصور المهجورة بمنطقة تافيلات، والتي كان يسكنها أكثر من 300 أسرة. ويعود تاريخ تأسيسها إلى حوالي القرن 17 ميلادي الموافق للقرن 10 هجري. وأسسها الولي الصالح أبو زيد عبد الرحمن مليخاف، والذي كان من علماء منطقة تافيلات. علاش تسمات زاوية مليخة؟ هنايا كاين جوج د الروايات ديال هاد التسمية. كاينه الرواية الأولى واللي كتقول لك بأن الزاوية تسمات بهذا الاسم لأن هذا القصر كان ملاذ مأمن للناس ديال المنطقة ديال تافيلات، كاع اللي جا ليه لقى فيه. أما فيما يخص الرواية الثانية واللي كتقول لك بأن القصر تسمى نسبة لعبد الرحمن بن علي، واللي هو الولي الصالح ديال هذا القصر واللي فيه الزاوية ديالو. هنايا كتقول لك الرواية أن عبد الرحمن بن علي كان تيقرا عند الشيخ ديالو واللي هو سيدي إبراهيم بن هلال. واحد النهار واش تعطل ما جاشي أو لا تعطل
تعطلوا في القرايه وما خرجش بكري وخصو يجي للقصر ديالهم. القصر الاخر فاش كانوا كيقراو اللي هو ناظم ابراهيم. دابا التلاميذ ديال الفقيه قالوا ليه راه غطل ولا راه غادي يتعطل على راسو وما يقدرش يمشي. قال لهم الفقيه راه من لا يخاف، راه من داك السيد عبد الرحمن بن علي من الناس اللي ما تتخافش عليهم بهذا المصطلح، ومن هناك تطلقت عليه من لا يخاف. ومن بعد كان اللقب ديال الشهره ديالو ولا اسم ديال القصر ديالو. دابا وصلنا للزاويه ديال عبد الرحمن بن علي واللي هذا هو القبر ديالو. كما كتعرفوا ان السيد عبد الرحمن بن علي كان شيخ في المنطقه ديال تافيلات، وكان الاستاذ ديالو الشيخ ديالو وهو سيدي ابراهيم بن هلال. المهم هذه هي الزاويه ديالو، وهذا هما الشباب اللي راهم معنا كيكتشفوا هذا النهار هذه الزاويه. كملوا الطريق ديالنا. كل قصر في المنطقه ديال تافيلات عنده حاجه اللي كتميزو. قصر زاويه من لا يخاف عنده حتى هو واحد الامر اللي كيميزو على جميع القصور في المنطقه ديال تافيلات. زاويه من لا يخاف كتحتوي على 5 ديال المساجد في قصر واحد، وراكم كتعرفوا القصور ديال المنطقه ديال تافيلات قداش ما كبرات ما غاديش تكون تحتاج ل5 ديال المساجد، ولكن في هذا القصر كاين 5 ديال المساجد. اجي نعرفكم عليهم واحد بواحد. هذا هو المسجد الاول واللي غنتعرفوا عليه، واللي هو المسجد ديال سيدي عبد الرحمن بن علي اللي الزاويه ديالو غير حدا المسجد. ها هي اللي هنايا. المهم مورا هاد البوطويه كاينه الزاويه، المهم راكم شفتوها وتعرفنا عليها. هذا هو المسجد الاول واللي كيصليو فيه لحد الان الخمس. الا جات كيبغى يصلي كيصلي، الا كانوا الناس هنا في القصر كيصليو. المسجد الشبيه بالمسجد الاقصى. كتقول الروايه ان هذا المسجد اللي رحنا فيه دابا واللي كيتعتبر المسجد الثاني اللي زرناه في زاويه من لا يخاف، ان السيد اللي بناه كان مشى للمسجد الاقصى وكان عجبو المسجد الاقصى وجا دار واحد شبيه ليه هنا في الزاويه ديال من لا يخاف. وايضا قال لنا السي عبد الرحمن من لا خافي ان هذا المسجد كانت تصلى فيه صلاه الجمعه، بمعنى ان القصر او زاويه من لا يخاف كانوا فيها 5 ديال المساجد. ورغم داك الشيء كانوا كلهم المساجد كيتجمعوا نهار الجمعه وكتصلى في هذا المسجد. باش تفهموا مزيان ان هذا المسجد انه كاين في الزاويه ديال سيدي احمد بن علي، القبر ديال سيدي احمد بن علي اللي هو هذا، واللي قلنا ان هذا المسجد تابع لهذه الزاويه. المهم هذا هو القبر ديالو. هذه هي الزاويه. المهم غير كاطلاله باش تعرفوا شنو كاين. هذه هي هذه الدار ديال سيدي احمد بن علي. للاسف هادشي كيبقى فيه غير الاطلال، ما كاينش زعما شي بنايات ولا شي حاجه. هذه هي الدار ديالهم. شوفوا تبارك الله غير السواري كيفاش كانوا في الديور القدام. ثم الساريات هما السواري اللي تيكونوا في الديور، ولكن للاسف زاويه من لا يخاف فيها على الاقل 2 ديال الزاويات. كاينه زاويه من لا يخاف عبد الرحمن بن علي، وهنايا زاويه سيدي احمد بن علي، هما راه خوت. حنا دابا في المسجد الثالث زاويه من لا يخاف. دابا وصلنا للعدد ديال المساجد الثالث. الا جيت تشوف ان في هذا القصر ما بين مسجد ومسجد ما كاملاش حتى واحد 300 ولا 200 متر. المهم هذا هو المسجد اللي كاين هنا تقريبا. الحدود ديالو كتبدا من السي عبد الرحمن حتى الى تماك. هاد البلاصه فاش رحنا كاينين هنايا، هاد البلاصه قرب السي حاكم هادي هنا فاش كاين الحاسي القديم ديال القصر. لو اننا جبنا دابا فاس وبقينا كنحفروا غادي نلقاو الاثار ديال الحاسي انه مازال هنا، مازال مبني ناض. كملناش حتى 100 متر وصلنا للمسجد الرابع. جيت تشوفوا هذا هو المدخل ديال دابا. حنا كنعطيو غير الاطلال ديال هذا المساجد. زيد السي حاكم هذا هو المدخل ديال المسجد الرابع. شوفوا كي داير. ولا تجي تشوفوا قرب الحاكم راه المسجد كما قلنا الثالث غير هو هذاك من تحت الثلاث اللي هنايا، بمعنى واحد المسافه اللي قريبه بزاف ما بين مسجد ومسجد. نزيدوا حاجه اخرى اللي داك المسجد ما لقيناهاش فيه، وهو اننا هنايا لقينا كاين البير. زيد حاكم زيد حاكم. هذا هو البير ديال المسجد الرابع كما كتشوفوا. هذا ما مغطيش. وايضا البير كيكونوا جنابو الخريبيشات. كانوا الخريبيشات باش ان الناس كيتوضاو في المسجد. سبحان الله يا سبحان الله. مازلنا المسجد الخامس
غنمشيو ليه دابا. كاع هاد المنازل اللي كتشوفوهم والمنازل اللي مجاورين ليهم كانوا تيجيو يصليو في هذا المسجد اللي المدخل ديالو هو هذا. صراحه كما المساجد الاخرى بقاو فيهم غير الاطلال، هذا المسجد كيتسمى بمسجد محمود. وكاع المساجد اللي كاينين هنايا في هذا القصر كل مسجد كان دوك المنازل اللي قريبه عليه واحد 30 دار 40 بحال هكاك كانوا كيجيو يصلوا فيه. هذا المسجد دابا اللي وصلنا ليه هو المسجد الخامس. هانتوما كتشوفوا هذا هو المسجد وهنا كانوا كيصليو الناس. اذا هكا نكونوا كملنا الجوله ديالنا على 5 ديال المساجد زاويه مليخه. هذه اللي راني قدامها هي دار الضمانه اللي كانوا كيتداروا فيها المحاضرات في ايام العيد. فاش ما كانش شي عيد كانوا كيتداروا محاضرات دار الضمانه. هنايا هما الدويرات فاش كان تتقام المحاضرات في ايام العيد في دار الضمانه. وكاين هنايا الروضه ديالها على برا. وهذه هي الروضه ديال دار الضمانه. المهم هذه دار الضمانه كمعلمه اللي كان خصنا ضروري نزوروها ونسجلوها في هذا القصر. نتمنى ان يكون لها شي ترميم ولا يكون لها شي حاجه. غير نقطه اخيره قبل ما نكملوا وهي ان هذا القصر ديال زاويه مليخه من اكثر القصور اللي فيه المساجد وايضا فيه المقابر. اللي جيت تشوف تقريبا ديال المقبره الثالثه ولا الرابعه اللي شفناها، رغم انني ما صورتهمش ولكن لاحظت الكثره ديال المقابر وايضا حتى المساجد. مع قصر المعركة وغنتعرفوا عليه في هذه الحلقة. أنا الآن أمام الباب الجديد ديال قصر المعركة. القصر هو من القصور السلطانية أو المخزنية بالمنطقة ديال تافيلات وبجماعة ديال الرتب بالخصوص. على ما أعتقد إذا ما خفتش نكذب أن هذا هو القصر الوحيد اللي خارج على المنطقة ديال الريصاني واللي كتعتبر من القصور السلطانية. هذه المعلومة إلا خاطئ فيها صحوها لي في التعليقات. يعتبر قصر المعركة من القصور السلطانية بمنطقة تافيلات، وهي قصور بناها السلاطين العلويين لأبنائهم على أرض أجدادهم. ويوجد قصر المعركة بمنطقة الرتب بإقليم الرشيدية، وتم تشييده من طرف السلطان مولاي إسماعيل سنة 1134 هجرية الموافق ل 1721 ميلادية، ليستقر فيه ابنه الأمير مولاي الشريف. وجاء في أصل تسمية هذا القصر بقصر المعركة روايتين شفويتين هما: الرواية الأولى تقول بأنه كانت مرج المعركة قبل ما يبنيو هاد الخيسة، كانت مرج للرعاة كيسرحوا فيها، والراعي اللي سبق إلا جا شي واحد آخر كتخاصم معاه وكتنوض المعارك ما بين الرعاة على شكون اللي يسبق يسرح في هذا المرج. منين كيجي الماء، منين كتغدى هذيك، منين كتسقى هذاك المرج؟ من الزريقات الزرقات، من العيون كيسميوه الزرقات، زرق، شي عيون زرق. الروايه الثانيه قالوا لك بانهم كانوا كيتعاركوا العلماء في المسجد ديالها حتى كيضربوا بالهياضر، حتى كيضرب فقيه بهيضوره. يعني لا، الروايه الثانيه ضعيفه بالنسبه لي انا.
لماذا؟ لأن إذا كانت الرواية الثانية هي الصحيحة وتسمات المعركة على ديك المعارك، ما هو اسمها من الأول؟ والرواية الأولى حول المعارك ديال الرعاة والمرج اللي كان هنا والأرض خصبة وكيجيو الرعاة يسرحوا هنا، أنا كنرشحها أقرب للصحة. أنا في نظري، أنا غير في نظري. بس سمعتوا القصه التاريخيه ديال هذاك القصر. غادي نهضر شويه غير على هذا الباب اللي كتشوفوا هذه الزخرفات ديالو الرائعه والجميله، واللي كتبين لك على انه قصر سلطاني بامتياز بالمنطقه ديال التافيلات، وخاصه بالمنطقه ديال الرتب. في البارتي الفوقانيه اللي غادي نوريها لكم دابا، تما كاين واحد البيت الشعري اضافه الى انه كيحكي التاريخ ديال فاش تبنى. يا ناظر هذا البناء العجيب، قف وسل المولى الكريم المجيب، يكلأ مولانا الشريف كما أسابه فضلا فأوفى نصيب، جعله في الخير مستعملا وخصه حقا بقلب منيب، ابن أمير المؤمنين الذي له المزايا والجنب الرحيب، مولانا إسماعيل دام له نصر من الله وفتح قريب، شيده في شمم ناج، السعد يخدمه وعيش خصيب. كاع القصور السلطانيه او المخزنيه بمنطقه التافيلات كتكون عندها واحد المميزات اللي كتخليك تشوفها وتعرف بان راه هذا قصر سلطاني او لا مخزن. كذلك هذا القصر اللي جينا ليه واللي فيه حتى هو وحده من هذه المميزات او وحده من هذه المكونات، واللي هي الدار الكبيره. صراحه حنايا كاينين غير الاطلال. هذه هي الدار الكبيرة بقصر المعركة، لكن للأسف الصور تعبر عن كل شيء. هذا ايضا جزء من الدار الكبيره. كما قلت لكم ما عرفناش الساس من الراس ديال هذا الدار، واش هادو هما البيوت اللي كيكونوا وسط الدار او لا. المهم اطلال اطلال ثم اطلال. هذه طريق باش حنا دايزين دابا، هذه الطريق ديال يمكن تراكتون والله سياسيين طريق على ما اظن طريق هذه للاسف طريق. المهم هادشي اللي بقى الاطلال اللي كاينين هنا لحد الان اللي شفنا لحد الان، وما عرفناش الساس من الراس حيت ما كاينش معنا شي واحد ولد القصر او لا شي واحد اللي خبير في القصور ديال المنطقه باش انه يقول لنا لا هادو راه بلاصه هكا ولا هاد بلاصه هكا. ايضا هادو ايضا اطلال جزء على ما اعتقد من الدار الكبيره، وربما لا لان غادي كاين حتى كاين الصور تماك. حنا غير كنحاولوا اننا نوصلوا الفكره، لانه كاين الصور تماك والدار الكبيره تكون داير بها واحد الصور داير على الدار الكبيره كامله، واللي كيكون ميزها على باقي المنازل ديال القصر. كما كتشوفوا على ما اعتقد انه باقي غير منازل واطلال ديال المنازل. واش مازال الوقت باش اننا نهضروا على ان هاد الدار الكبيره ترجع كما كانت؟ لا اعتقد صراحه. الدار الكبيره فات عليها الفوت، فات عليها الوقت باش اننا نرجعوها كيف كانت. ربما يمكن نحتفظوا بهذا الشيء اللي بقى، اللي كما كتشوفوا حتى الزخرفات والنقوش اللي كاينين في هاد الدار ولاو كيطيحوا غاب بوحدهم. المهم هذه الساحه ديال الدار الكبيره. دابا ما عرفنا حنا راسها من رجليها صراحه. هاد الدار الكبيره ديال هنايا ما عرفنا الراس ديالها من رجليها، من المدخل الاساسي من المدخل الرئيسي، حيت دابا بزاف ديال الزيبان بزاف الحوايج اللي طايحين ما عرفنا حنا والو هنايا. المهم هادشي اللي كاين. وكما كتشوفوا هذه اطلاله خفيفه على الجامع القديم ديال القصر، اطلال وفقط. مبقاش هذا خدام ولا كاين جامع جديد ولا حتى الناس بقاو ساكنين وسط القصر. وكاع باقي القصور ديال المنطقه ديال التافيلات، فكاع الناس اللي كانوا ساكنين في القصر القديم خرجوا
ولاو كيسكنوا في منازل على برا مستقلة كما كتشوفوا، ولاو الناس كيبنيو بالطوب بالسيما والحجر وهادي. هنا ديور عاديين، مبقاوش هادوك الديور القدام. هكا خوتي نكون وصلنا لنهايه ديال هذه الجوله. هكا نكون انني عرفتكم عليه ولو شويه وعلى التاريخ ديالو. نتمنى انه ينال اعجابكم. الناس اللي بغاو يزوروه، هذا القصر كاين قريب لمدينه اوفوس، بالخصوص الناس اللي بغاو يشوفوا ديك البوابه الجميله والرائعه ديالو. ونتمنى من المسؤولين انهم يحاولوا انهم هذيك البوابه على الاقل تحتفظ على داكشي اللي فيها، او لا تولي بعدا غير احسن من داكشي فاش راها دابا. قصر الدار البيضاء الدار البيضاء التاريخي. كما كتشوفوا الباب البوابه اللي قدامي هو الباب الجديد ديال قصر الدار البيضاء. دابا كتشوفوا صورة الباب القديم الاصلي ديال القصر، هو غير ممر وفقط، ما بقاش ديك الهيكله وديك التصميم وداك المدخل اللي كنعرفوه في القصور السلطانيه او المخزنيه في المنطقه ديال تافيلات. خلال فترة حكمه أنشأ السلطان سيدي محمد بن عبد الله مجموعة من القصور قصد إيواء ذريته وأبناء عمومته فيها، وكانت غالبية هذه القصور تحمل اسم الدار البيضاء، كما هو الشأن في مكناس والرباط ومراكش، وأيضا في مسقط رأس الدولة العلوية تافيلالت. ويعتبر قصر الدار البيضاء بتافيلالت معلمة عمرانية رائعة شيدت على مساحة كبيرة تقدر ب 2500 متر. ويبعد هذا القصر عن مركز مدينة الرساني ب5 كيلومترات نحو طريق مرزوقة. وقد شيد السلطان سيدي محمد بن عبد الله قصر الدار البيضاء في نهاية القرن ال18 ميلادي. اختلفت الروايات حول الهدف من تأسيس قصر الدار البيضاء. فالرواية الأولى كتقول لك بأن القصر تم التأسيس ديالو من أجل التحكم في التحركات ديال القبائل، وهذا الشيء كيدل عليه الموقع ديال القصر وأيضا حتى التحصينات اللي موجودة بالقصر. أما الرواية الثانية كتقول لك بأن هذا القصر تم الإنشاء ديالو من أجل إيواء مولاي سليمان الذي كان منشغلا في العلم والعبادة، واللي عاود رجع من بعد خليفة على منطقة ديال تافيلات. أما الرواية الثالثة واللي كيقول فيها صاحب كتاب الدار الباهية أن هذا القصر أي قصر الدار البيضاء تم تشييده من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله من أجل إيواء الابن ديالو مولاي مبارك، والذي استقر فيه حتى وافته المنية، ومن بعد استقرت فيه الذرية ديالو. لقد لعب قصر الدار البيضاء دورا عسكريا مهما أثناء محاولة الاحتلال الفرنسي السيطرة على منطقة تافيلالت، حيث كان هذا القصر بمثابة قلعة حصينة قاومت وبشجاعة أمام التوغل الاحتلال الفرنسي داخل منطقة تافيلالت. وهذا ما جعل هذا القصر يتعرض لهجمات قوية من طرف المدفعية والطائرات الفرنسية ما بين 1916 وحتى سقوط منطقة تافيلات في يد الاحتلال الفرنسي سنة 1932. وتلك الضربات أدت إلى تخريب وتحطيم عدد كبير من مرافق هذا القصر. وكباقي القصور السلطانية والمخزنية بمنطقة تافيلات، فإن لقصر الدار البيضاء نفس المكونات المعمارية لتلك القصور، إلا أن مكونات هذا القصر منها من بقي منه الآثار ومنه من لم يتبقى منه شيء، مثل المدخل الرئيسي والذي لم يعد منه شيء إلا هذا الممر كما ذكر في السابق.
وأيضا المسجد القديم بقصر الدار البيضاء، فتم هدمه وبناء هذا المسجد الجديد. فحتى الدار البيضاء فيه هذه الدار الكبيره، ولكن للاسف كما سولنا واحد السيد قلنا له واش باقي الدار الكبيره، واش باقي الاثار ديالها، على ما اشار لنا هذه المنطقه. قلنا راه هنايا كانت الدار الكبيره، وجينا شفنا كنشوفوا حنا غير هذا الشيء اللي كاين هنا، ما بان لنا زعما شي حاجه، ولكن هذاك السور العالي كيبين لنا على انه تماك كانت الدار الكبيره في قصر الدار البيضاء، ولكن ما قدرناش ندخلوا، يمكن راه ولا ملك خاص ما قدرناش ندخلوا. ويحيط بقصر الدار البيضاء سور خارجي كبير. ملاحظه اخرى كاينه في هذا القصر، وهو ان هذا السور كيدور على القصر كامل، وعلى ما شفت السور داير على الجنان. هذا هو الجنان، هذا على ما اعتقد كامل مساحه كبيره فيه، وراه السور داير عليه، رغم ان السور تهاكم مابقاش باين بزاف، ولكن كنشوف السور داير على الجنان. عليكم السلام. ثاني حاجه غادي تشوفوا ولي هذه المساحه الكبيره والواسعه في القصر ديال الدار البيضاء، تبارك الله. هنا مساحه ولاو الناس كيبنوا فيها منازل، ما عرفتش واش كانوا منازل هنا، شنو كان هنا من قبل ما عرفتش الصراحه. أثناء تصويري لهذه الحلقة صراحة لم أكن أعرف لماذا ساحة المشوار بقصر الدار البيضاء مختلفة عن ساحات في القصور السلطانية والمخزنية بمنطقة تافيلات، لكن عندما دار حوار بيني وبين أحد المهتمين بالتاريخ في منطقة تافيلات قال أن ساحة ديال الدار البيضاء كانت مربطا للخيول.